مساء السكر يا ناس يا سكر. النهاردة هنعمل مع بعض الكيك الاسفنجي بالدقيق العادي بدون خلطة الاسبونج الجاهزة اللي بتتباع عند المستلزمات الحلوانية وبقت سعرها عالي جدا جدا. هنعملها كمان بدون فصل الصفار عن البياض، وزي ما انتوا شايفين لونها فاتح وكمان مرتفعة جدا، وكمان من جوه طرية. الأنسجة بتاعتها بسم الله ما شاء الله رطبة جدا جدا، والمسام زي ما انتوا شايفين ضيقة مش واسعة، وبجد بجد هتعجبكم الطريقة جدا جدا ولا أروع من كده. كمان هنتحكم في نوع الصينية اللي احنا عايزين نستخدمها، اذا كانت صينية مقاس 20 او 22 او 24 على حسب الطبقات اللي انت عايزاها للكيكة بتاعتك. يلا بينا نشوف المقادير على طول عشان مطولش عليكم. اولا بنبتدي بالصينية اللي احنا هنستخدمها. انا هستخدم هنا صينية مقاس 20. تمام. صينية مقاس 20 ممكن تعمل لك الارتفاع بتاعها عالي جدا زي ما انتم شايفين كده، وكمان ممكن تصغري في الطبقات معاكي لحد 6 طبقات، هتكون طبقات حلوة جدا معاكي. تاني حاجة الطبق اللي انت هتعملي فيه الاسبونج ده لازم يكون نظيف تماما وخالي من اي نقطة مية، يكون ممسوح تماما. تالت حاجة المكونات بقى معانا هنا. بنبتدي هنا معانا 5 بيضات، وهنبتدي نشيل القشرة من البيض ونجهز البيض بتاعنا. ولو البيض بتاعك حجمه كبير يبقى ممكن تستكفي ب4 بيضات حجم كبير. وطبعا البيض يعني فانيليا، لازم الفانيليا. والوصفة كمان هنحط معلقة صغيرة من الخل، مهمة في الوصفة ديت. هننزل بقى في البولة النظيفة اللي زي الفل، هننزل بالدقيق، وهو عبارة عن 210 جرام من الدقيق يعني كوباية ونص، وكمان 40 جرام من النشا، و30 جرام من محسن الجل، وطبعا ما ننساش الفانيليا زي ما قلت لكم. ومعانا هنا تلت كوباية من المية، حوالي 60 جرام من المية. وطبعا كل المكونات هكتبها لكم في صندوق الوصف. تمام كده. وهنبتدي بقى بالمضرب نضرب كل الكلام ده كله مع بعضه. الوصفة بتاعتنا النهاردة مهم وضروري، لازم نستخدم فيها محسن الجل. من غير محسن الجل مش هتديك النتيجة المرضية. تمام. وكمان لازم يكون فيها النشا، والنشا هنا 40 جرام زي ما قلت لكم. بنضرب بقى بالمضرب كده حوالي 10 دقايق، 7 دقايق ل10 دقايق، حلو قوي قوي قوي، لحد ما القوام يظبط معاكي بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. وابتدي بقى اصب الخليط في الصينية اللي مقاس 20 اللي انا اخترتها. طبعا تقدري تستخدمي صينية مقاس 22 او 24. بنستخدم الصينية على حسب احنا عايزين طبقات قد ايه. دخلناها الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد من 35 دقيقة ل 40 دقيقة. هنا بقى انا كنت بجسها بالخلة بتاعت الشيش طاووق، انا لقيت لسه فيها نسبة سوائل فسبتها كمان 5 دقايق، يعني هي قعدت في الفرن 40 دقيقة بالظبط. فاهميني كده؟ تمام. الكيكة استوت وبقت زي الفل. اللون الغامق السنة اللي من فوق الوش ده لان انا الفرن عندي واطي مش عالي، فعشان والكيكة بسم الله ما شاء الله ارتفاعها عالي جدا، فعلت لحد اخر الفرن، فعشان كده اديتنا من فوق الوش اللون ده. انما الكيكة لونها كلها فاتح ورطبة جدا وطالعة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انتوا كمان الصورة بتتكلم وشايفين بنفسكم. انا ما استنيتش لحد ما بردت، انا شلت الورقة بتاعة الزبدة وهي لسه سخنة. عايزه اقول لكم هي لسه سخنة، انا يا دوبك بس حاولت ان انا امسكها، وانا من النوع اللي بستحمل الحرارة. هنشيل بقى الورقة اللي من تحت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا لونها فاتح ازاي، لونها خطير يا جماعة، عجباني جدا جدا، من اروع الكيك الاسبونش اللي انا عملته بجد. الطريقة دي محببة لقلبي جدا، ارتفاعها عالي قوي قوي، وهشة جدا وخفيفة، والمسامات من جوه هتشوفوها بنفسكم لما اجي اقطعها. حكاية المسامات ضيقة وطرية جدا ورطبة، يعني نوع الكيك ده ما بيحتاجش يتسقى غير الكيك الاسبونش اللي بنجيبه من عند
محلات المستلزمات الحلوانية. تمام. طبعا هي دلوقتي سخنة ومولعة نار، انا شلت بس منها الورقة، رجعتها للصينية تاني، وهسيبها بقى حوالي كده من 6 ساعات ل9 ساعات. ممكن تسيبيها ليلة كاملة، تسيبيها يوم يومين عادي، مش هيحصل لها اي حاجة. بالعكس، هي كل ما بتقعد كل ما تقدري تستخدميها وتشكليها زي ما انت عايزة. هنا كان عدى عليها 9 ساعات. تمام كده. انا عاملاها الصبح، عملتها ابتديت اقطعها على اخر النهار. انا القبة اللي من فوق الوش دي هقطعها، مش محتاجاها، الولاد بقى ياكلوها، يعني هي حلوة ما فيهاش حاجة، هتتاكل بس مش هتنفع طبعا. لازم نشيلها علشان نساوي التورتة بتاعتنا. المقاس ده ينفع اعمله 6 طبقات، بس انا كنت حابة اعمل الطبقة كبيرة كده ومليانة، علشان احس بطعم الكيك قوي في التورته. انا هنا بوريكم المسامات، بسم الله ما شاء الله ضيقه، وكمان الكيكه من جوه رطبه، عامله زي الاسفنجه بالظبط. بجد بجد يا جماعه هتعجبكم الطريقه جدا. هقطعها بالاسباتيول بالسكينه المشرشره. زي ما انتم شايفين، مهمه قوي السكينه المشرشره في تقطيع الكيكات عامه، بتكون افضل بكتير من السكينه العاديه. انا هنا زي ما قلت لكم هقطعها 4 طبقات. تقدري نفس الطريقة ونفس المقدار ونفس الصينية تقطعيها 6 طبقات، هتبقى برضو حلوة معاكي جدا، بس الطبقة هتكون ارق شوية من دي. بس زي ما انتم شايفين الطبقة انا عاملاها عريضة وسميكة جدا ما شاء الله. بصوا انا بوريكم قد ايه هي طرية، وعلى فكرة مش هتحتاج ان هي تتسقي ولا حاجة، لان هي رطبة جدا من جوه يا جماعة. طعمها احنا كلناها كانت خطيرة بجد. عملت 4 طبقات من الكيك، ولا اروع من كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. جربوا معايا الطريقة دي بإذن الله تنال اعجابكم. عملنا الكيك الاسفنجي بالدقيق العادي في البيت، بدون خلطة الاسبونش الجاهزة، وبدون فص البياض عند الصفار بياض، وبدون كمان اي نسبة دهون فيها، والنتيجة ولا اروع من كده. لون فاتح، هشة جدا، مرتفعة جدا جدا، وزي الاسفنج بالظبط، وطعمها كمان من جوه رطبة قوي قوي، ومش محتاجة انها تتسقي. وعايزة اقول لكم يا جماعة، اعملوها وجربوها في البيت بجد، هتعجبكم بإذن الله. كنت معاكم عزة سعيد من وصفة حلوة. يا رب تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة علشان